السلام عليكم. تالت قصة معانا النهاردة من معارك رمضانية، وهي معركة البويب، واللي كانت بتمثل بداية دحر الإمبراطورية الفارسية. ودارت رحايا المعركة ديت يوم 12 رمضان سنة 13 هجري، وكانت بعد سلسلة انتصارات قدر المسلمين ان هم يحققوها وهم في طريقهم للعراق، ولكن كان تم هزيمة المسلمين من الفرس في اواخر شهر شعبان من نفس السنة في موقعة اسمها الجسر، وفيها المسلمين واجهوا تحدي جديد من نوعه، وده لما استعان الفرس بالفيلة، واللي قدرت انها تخوف وترهب خيول المسلمين، فاضطر المسلمين لان هم ينسحبوا وعبروا للناحيه الثانيه من نهر الفرات عن طريق الجسر، وكان واقع الهزيمه قاسي جدا على نفوس المسلمين. ووقتها اعلن الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النفير العام في صفوف المسلمين، واعد قائد جيش المسلمين المثنى بن حارثه خطه دقيقه جدا ضمنت حصار الفرس وتشتيتهم، وبالفعل قدر جيش المسلمين واللي كان تعداده في الوقت ده حوالي 8000 جندي الانتصار على جيش الفرس اللي مكون من اكتر من 10000 جندي. بس كده، ودي كانت تالت قصة معانا من معارك رمضانية. أشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.